حبايب قلبي، ايه رايكم في الاكل الجميله الحلوه دي؟ النهارده هعمل لكم بقى معاكم كده سمك مشوي، وهعمل معاه بتنجان، ونعمل بقى معاه الرز الصياديه وشويه سلطه، حاجه كده جميله وشغل فاخر من الاخر. يلا بينا نخش على الفيديو نشوف هنعمل ايه. ما تنسوش بقى تشجعوني باحلى لايك يا احلى اخوات واحلى عيله في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده بقى يا حبايبي هعمل معاكم أكلة جميلة جدا كلنا بنحبها. هعمل معاكم الرز الصيادية بكل سهولة وبطريقة جميلة جدا، والطعم أحسن من أي محل دوقتيه فيه قبل كده، وإن شاء الله هيعجبك. وهعمل كمان معاكم السمك المشوي، بس أنا صورته معاكم قبل كده في القناة، بس هعمله لكم تاني. متنسوش بقى تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وادعمونا بلايك جميل لأحسن ناس في الدنيا. دلوقتي يا حبايب قلبي انا معايا هنا حله على النار، هنبدا نعمل معاكم الرز. هنزل بقى بشويه زيت حلوين كده، يعني معلقه كبيره زيت كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. هسيبها بس اما الزيت يسخن معايا، وبعد كده هنزل عليها طبعا بالبصلايه. نسيت اقول لكم المقادير، انا معايا بصلايه صغيره زي دي كده يا حبايبي اهي، وكمان معايا طماطميتين حلوين كده زي ما انتم شايفين. تمام. اما التوابل فهحط هنا معلقه ملح ومعلقه كركم ومعلقه كمون كبيره. المعالق كبيره يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. يبقى بصله كبيره وطماطميتين وملح وكمون وكركم. تمام كده تمام. الزيت سخن معايا يا حبايبي، هنزل عليه على طول اهو. تنسوناش بقى يا حبايب قلبي تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش اللايك يا احلى واغلى ناس في الدنيا. طبعا اول بصله انا عايزه البصله تاخد اللون اللي هو ايه، البني الغامق شويه، البني الغامق. لازم البصله تاخد اللون الغامق، مش عايزاها تبقى محروقه، انا عايزه بس اديها اللون غامق كده شويه معايا. طبعا لو انت مش عايزه، لو انت مثلا مستعجله وعايزه ياخد اللون بسرعه، ممكن تحطي معلقه سكر على البصلايه عادي، مفيش اي مشكله. اول ما البصلايه تبدا تدبل وتبدا تاخد لون صفار صغير، ممكن حضرتك تحطي لها معلقه سكر، مفيش اي مشكله خالص. تمام كده تمام. طبعا بقى يا حبايبي انا هنا هعمل الدقه على ما الرز معايا ايه ياخد ويدي مع بعضه، وهعمل الحدقيه بتاعه السمك، الدقه بتاعتها اللي احنا بنقول عليها هنا. انا معايا هنا معلقه كمون كبيره كده، ومعايا هنا فص راسين توم كده حلوين زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، من غير قشر ما بنقشرهوش، فاروح جايين نازلين عليه كده اهو زي ما انتم شايفين كده. ده بقى احنا بنقطعه كده الخضره اهي. ومعايا هنا ليمونتين بقطعهم كده عشان ايه ما تبوظليش الكبه، لازم اقطعهم تقطيعه صغيره كده. انا عملتها معاكم قبل كده بس في الخلاط. وانزل بقى عليها بشويه ملح حلوين كده يا حبايبي اهو. طبعا بقى ايه هجيب كمان شويه ميه. اهو زي ما انتم شايفين كده. وهضربها ضربه حلوه كده. طبعا بقى يا حبايبي الدقه خلصت معايا اهي زي ما انتم شايفين كده. ابدا بقى افضها في الطبق ده كده اهو. اهيت يا حبايبي. طبعا يبقى انا كده خلصت الدقه بتاعتي، والسمك كمان انا غسلاه ما شاء الله عليه، غسله نظيفه كويس جدا وعاملاه بالليمون والخل والحاجات دي كلها. يلا بينا بقى نشوف الرز بتاعنا عمل ايه. كده بقى يا حبايبي اهو هنشوف الرز بتاعنا اهو. ما شاء الله الله اكبر الله اكبر. عايزه اقول لكم الريحه تحفه،
بصوا كده جميل ازاي. له بس تقليبه كده حلوه. هغطي عليه بقى النار، هغطي عليه واسيبه ايه ياخد ويدي مع بعض وهدي عليه الدنيا. يلا بينا بقى يا حبايب قلبي، تنسونوش بقى بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا نشوي السمك. طبعا بقى يا حبايب قلبي انا طلعت اشوي السمك اهو. طبعا الرز خلصان تحت، هديت عليه كده علشان ياخد ويدي مع بعض وكده يتلدن شويه. طلعت فوق على السطح زي ما انتم شايفين كده، حطيت السمك في الفرن وحطيت هنا في الجنب بتنجانتين كده نشويهم يعني جنب الاكل يا حبايبي. السمك قدامكم اهو، ماشيه معاكم خطوه بخطوه، والله بجد حاجه بسيطه وسهله وما خدتش في ايدك وقت، ولا تشوي سمك بره ولا تاكلي رز في المطعم ولا تاكلي اي حاجه في المطعم بره. مفيش خدش الاكل معايا نص ساعه، الرز والسمك نص ساعه والله، وكمان بشوي بتنجان جنبه يا حبايبي. تنسونوش بقى في اللايك وتصلوا على النبي يا حبايب قلبي. طبعا بقى دوت انا لسه مدخله السمك في الفرن، هوريكم بقى لما ياخد وش من تحت وكمان وش من فوق. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهو السمك، بصوا ما شاء الله عليه، حاجه كده جميله جدا. بصوا كده بالله عليكم، مش احسن من بره ولا مش احسن من بره؟ شوفوا كده، شوفوا كمان، شوفوا الحلاوه. طبعا انا هنزل بقى عليه بالميه بتاعته على طول زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو. هنزل بقى بالميه عليه على طول كده. دي الخلطه يا حبايبي اللي احنا كنا ايه عاملينها تحت، وبعد كده هسيبه بقى بس ثانيه بس يشرب من ميته كده يا حبايبي، وتشوفوا بقى ايه طريقه التقديم بتاعه، وتشوفوا بقى الرز وانا بقدمه يا حبايبي. متنسوش بقى يا حبايب قلبي في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله يا حبايبي. ورجعت لكم بقى يا حبايب قلبي كده بعد ما خلاص خلصنا بقى. بصوا الرز بقى والجمال والحلاوه ده يا حبايبي، كمان عملت جنبها بقى بصوا على السمك الجميل الحلو ده، حاجه كده جميله جدا، خدش في ايدينا اي وقت خالص. عملت شويه سلطه حلوين جنبها اهم يا حبايبي، وكمان عملت بتنجان مشوي زي ما انتم شايفين كده. لو عجبكم الفيديو متنسونوش بقى تعملوا لي لايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.